كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. ابنك لو لسه بيسنن يبقى على طول هيبقى عنده سخونيه، هي معروف طالما بيسنن هتلاقي سخونيه. تعالوا بقى نصحح الخرافه دي. انت عارف ان اسنان الاطفال اصلا بتبدا تنمو من وهو في الرحم؟ الجذور نفسها بتبدا تتكون تحت اللثه في الوقت ده. كمان بنلاحظ اطفال كتير لما بيبداوا يسننوا الموضوع مش بياخد معاهم اي تعب خالص، وفعلا الموضوع بيبقى بسيط جدا بالنسبه لهم. اطفال تانية الموضوع معاهم بيبقى صعب وبيحسوا بالم كبير جدا وتورم في اللثه. الطفل في المرحله دي بيبدا انه يضغط جامد على اللثه، هو معتقد تماما ان الضغط ده هيخفف من الالم، ولكن الألم بيزيد برضه. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ طيب لما الطفل بيسنن ابدا اعرف ازاي؟ مبدئيا كده بيبقى فيه احمرار في اللثه وتورم، كمان بيبقى فيه ورم في وشه عموما، سيلان اللعاب بصوره غير طبيعيه، الضغط على اللثه بيبقى كبير جدا، طبعا كل ده مع الاريافه والعياط المستمر. طيب ليه بعض الاطفال بتجيلهم سخونيه في وقت التسنين ده؟ عمليه التسنين نفسها مش بتسبب اصلا ارتفاع في درجه الحراره، لكن الطفل اللثه عنده بتورم فبيبدا بعدها يعض في اي حاجه قدامه، بالتالي الفيروسات بتبدا تدخل بقه بكل سهوله جدا. هتلاقي دايما طفلك عنده اسهال. حرام. واغلب الامهات تقول لك ان كل ده بسبب التسنين. الخلاصه العلميه بتقول مفيش تسنين بيسبب سخونيه، وان تعب الاطفال اثناء التسنين ده بيرجع لقوه مناعه الطفل ودرجه تحمله للالم. كده تكون خلصت حلقه النهارده. استنونا في خرافات جايه كتيره، وسلام عليكم.